السلام عليكم. طبعا أنا هي ضحية غالب القاضي اللي تزوجني بالخداع وبالظلم. طبعا أنا بنت عمري 18 سنة يتيمة الأب. كان معي أخ واحد الله يرحمه جاء أجله ومات. فجاء غالب القاضي صلح لنا قبر أخي بعد وفاته فيه. ما كنا نعرف غالب القاضي إلا من عبر الجيران، كلموه وجاء صلح قبر أخي وهذا. ودرينا وقتها أنه يعني فاعل خير، لأنه ما كناش نعرفه من قبل. درينا أنه فاعل خير بعد ما صلح قبر أخي راح بعد حاله، وإحنا هين إحنا ما كان لحالنا، إحنا كنا معتمدات على أخي في إيجار وفي كل شيء. تراكم علينا إيجار البيت بعد أخي. فجلس فترة واتصل بنا غالب القاضي بيسأل كيف أحوالنا من بعد وفاة أخي وكيف. قلنا له والله أن الحال يرثالها وأنه الحمد لله تراكمت علينا إيجار البيت. قال بدل ما انت جالسة هناك وصاحب البيت يخرج كان ومدري وش أشرع كنت لكن في الحديدة، لأنه ما كان عملي في الحديدة ما شافهم شفلتكن. أبسط لكن بيتنا على نظري يقع رخيص وأنا شسجلكن فيه منظمات خيرية وكمان في السلات الغذائية حقي. فرحنا قلنا حلق لقيت عندي. قال أنا غير بيت رخيص. قال راح يبصر لي وظيفة الحين هو في الحديدة يعني مكان عمل وهكذا. يبصر لي وظيفة واشتغل هناك في الحديدة. قلنا تمام. جلس هكذا يومين وتصلنا. قال قضى لي 30 بيت بحدود 20,000 مع الماء والكهرباء. فرحنا قوي. قال وانتي بشوف لك وظيفة تشتغلي وكمان بسجلكن في المنظمات الخيرية وفي السلات الغذائية حقي وما شافكن شغلتكن قد انتي بنتي وهذيك اختي. قلنا سابر جزاه الله خير. قلنا طيب. قال خلاص احنا بعد تحركوا. قلنا ان شاء الله خلينا بس نبيع حقنا المجلس بحق النقد. نقول للحديدة قال ما عليكن الإيجار أنا قديت لك المقدم حق 3 أشهر وحق النقل علي لا تهمناش. أنا قدي أفعل خير مع الناس كلهم ما بحنا بشبكن. قلنا جزاه الله خير. بكرنا اليوم الثاني بزينا عفشنا وتوكلنا على الله. قلنا يعني عم وصلنا بيتنا قد البيت جاهز. قال جاهز وديت له مقدم حق 3 أشهر ما عاد باقي له تدخلون بيتكم والباقي علي. أنا عاد أسجلكم في منظمات خيرية في السلات الغذائية حقي وسبت لش وظيفة واشتغلت وعشتي وأنا ما شافن شفلتكن. قلنا يلا جزاه الله خير. وفرحنا من البهذل في صنعاني ما لقينا لنا لا رضي صاحب البيت يصبر علينا بالإيجار ولا شيء يتراكم علينا الإيجار. توكلنا الحديدة واحنا قد احنا يعني واثقين برجل الخير غالب القاضي انه يعني رجل خير ودين وباي يفعل معنا المستحيل مثل ما يفعل مع الفقراء المحتاجين الثانيين. لو ما وصلنا الحديدة وصلنا الليل. وصلنا قلنا يلا بنتوكل للبيت. قال ما عليك هذا الساعة ما يصلحش نسير البيت هذا الوقت لأن عاد الكهرباء بيصلحوها. قلنا وكيف. قال معي أنا غرفة وحمام منعزل سامحكم الله وعز قدركم. معي أنا غرفة وحمام منعزلة خذوا عفشكم لا بينها وجلستها من الصباح والصباح نقولكم لا بيتكم أمد لو ما ننظفه ونجهزه. قلنا ترى نقدر نسوي مقام أبي ويلا وفاعل خير. بزينا عفشنا ودخلنا غرفة الحمام المنعزل اللي عنده صانكم الله. والصباح قلنا يلا بنتحرك البيت. قال اعذروني جت لي حالة سرطانية طارئة في حجة يعني واحد في السرطان حالة طارئة بيصير يشوفه. قال ضروري يصير الآن فسوي مقابلة معه. قلنا وكيف مشان البيت. قال برجع في نفس اليوم يعني مغرب وأنا هنا أنا دا أصوره هذا واجي. قلنا طيب. رجع قال شوفي أنا مصور حقي بصراحة ما خليته يجي حين أنت في البيت هنا ما يصبرش يعني حين أنت المكان فخليته يرحبه. تكلمت أن بعد فعلا خير وتصورني قد أنت تكسب لك الأجر. قلنا يلا إنسان قد فعل معنا خير وفعل معنا هذا المعروف واستأجر لنا البيت هذا بعد هالجنيه يا رعلا قلت زي أبي مش مشكلة. رحت أنا وأمي لا حجة على أساس نصور الحالة وحين نرجع بنرجع للبيت حقنا. لو ما وصلنا لا حجة شفناها عبر من حجة ما وقفش. قلنا لو وصلنا حجة أني عدسي. قال الحالة نقلوها لها صنعاء وندري ويش. قلنا يلا بالخير. قال خلاص انت معي قد انت في الطريق خلنا نواصل كم ما قد هذا كملنا وحنرجع في نفس اليوم لا تقلقنش. قلنا سافر خيرة الله قد احنا في الطريق. وصلنا صنعاء العشية الساعة على ما أظن 9. لو ما قد احنا في صنعاء قلب هذا الخبر هذا كله انقلب. قال الحين قد انتن في صنعاء قد انتن في بلادكن. عذر اني انا ما بقدرش اتكفل فيكن وانا ما اعرفكن ولا صرفكن ولا شيء. ايش يقولوا الناس علي. قلت يا ابن الناس يعني ايش اديتنا لهنا على اساس ايش.
كان لكن لا أنا بصراحة عاد أنا فكرت في الموضوع إنه كيف أتكفل فيكن وأنا ما أعرفكنش، إيش حيقولوا علي الناس. عاد أنا غير فكرت ذا الحين، قلنا له كيف تدينا لها أنا وتفعل بنا هكذا، وقال والله أعذرني ما بش معي حل إلا إنه يا نزلت في بلادك، أو حل ثاني ما أنت تتزوجين اللي هي أنا، اللي أنا بمقام بنته. يا نزلت بلادك أنت في بلادك، يا نزلت لكن هنية، أو إن أنت تتزوجيني. قلنا غيرت الله كيف بطايقنا وعفشنا وكل شيء عنده في الحديدة. احنا في صنعاء قد الدنيا لي، لا معنا لا ملجأ ولا مسكن ولا صديق ولا قريب. قلنا كيف نفعل؟ يعني كيف تدينا لاهان وتكذب علينا، وكيف تخلينا نجي للحديدة أساسا تكذب علينا. رجع قال والله أنا ما أقدر، أنا عاد أنا غير فكرت ذا الحين بالموضوع إنه كيف أتكفل فيك. قلنا ما عاد تكفلش، أنت عاد دخلنا البيت، عاد تفسدي وظيفة شاكون اشتغل أنا على نفسي. قال والله أعذرني ما بقدرش، والله ما معكن إلا حل واحد، إنه يا تتزوجيني يا نزلتني بنت في بلادكم. ومسكنا باليد الذي توجعنا مكالف آخر الليل في الشارع بشوارع صنعاء لحالنا، شعير الناس علينا. قلنا خيرة الله قدر الله ما شاء فعل، بتزوجي ولا البهدل انت بهدل انا وامي عجوزة كبيرة في السن في الشوارع ومركلة وحيدة في الشارع. قلت يلا وافقت ان انا اتزوجها. قال لي كان بشرط، ما بش معي لا شرط ولا مهر ولا معي حتى حق محبس ولا دبله، ما معي الا حق الامين الشرعي. وقلنا وكيف؟ قال خلاص. قلنا قدر الله ما شاء فعل، توكلنا على الله وافقت واني تزوجته بلاش. صرنا بنفس الوقت خلى المصور حقه صدام الدوح، لأنه أنا على ما قلت لكم إني يتيمة الأب وما بش معي أخوة الله يرحمه في مات وما بش معي عمو، وخلى صدام المصور حقه صدام الدوح اللي بيصوره اتصل له وخلاه يجي أوكله بنفس اليوم بنفس الوقت. عقدنا خلاه إنه يجي على سبيل إني أوكله بعقد الزواج حقي، لأنه ما بش معي أنا أخ أوكله. وكلت صدام وودانا لعند الأمين الشرعي ورحنا في نفس الوقت. وكلت صدام وعقد لنا صدام من نفيه. والشهود يحيى القاضي ابن عمه، ويحيى كمان الثاني هو القاضي ابن عمه، عيال عمه الاثنين الشهود الذي شهدوا. ويلا كملنا وعقدنا ورجعنا الحديدة بنفس اليوم. روحنا الحديدة بنفس اليوم على أساس إنه رجعنا البيت الذي اتفقنا عليه اللي بشري. يوم رحنا في الحديدة قلنا خلاص بنا نقول الآن ما عاد ننتظرش. قال ما عاد 6 شهور أصحاب البيت هذا الذي ب20,000 ما عاد 6 شهور هم، لكن ما دامت انتي مرتين عاد استأجر لك انتي الشقة الذي جنبي. طبعا أنا متخيل الشقة هذه اللي عايز تأجرها وحكى الشقة متخيلين واحد. قلنا تمام. بعد ما استأجرها وسكننا بعد زواجنا بكم يوم استأجرها، وما عاد سديت أنا وياه من كثر الأهان والضرب. حنكت وجلست أتابع وإنه ما بش فايدة بعده، ما بش أمل. يعني شرد بنا في الحديدة آخر حاجة ما تعد. قدمت شكوى لقسم 7 يوليو. والله كانوا يفعلوا جهدهم، لكن المشكلة إنه قلت كان يهرب، ما كان شيء يواجه، كان يهرب. لا مرة جو يدوروا على ما لقوا لا باصة، هو مخباه في الشكو، كان يجاوبهم صدام الدوح، كان يقول ما بحدوا. بزوا الباص حقه حجزوه يمكن أسبوع وهو محجوز عندهم في قسم 7 يوليو. ورجعوا خرجوه مقابل أنا أتنازل يعني عن القضية مقابل طلاقي، وأنا تنازلت على القضية هذه على 6 طلاقي وخليته يطلق وطلقني مقابل إني أخرج باصة. ورغم إن أنا واحمل بابنه حامل بابنه شرد بنا، وذا الحين مشردتنا أمي في صنعاء عفشنا في الحديدة. طبعا صاحب البيت الذي في الحديدة هو صاحبه، واتفق هو وياه أنهم يخرجونا من البيت، وصاحب البيت قال ما بالله نخرج من البيت اللي في الحديدة. آخر حاجة قلنا خلاص بعنا المجلس حقنا من صاحب البيت اللي في الحديدة ب150,000 على أساس نجي صنعاء ندور بيت. جينا صنعاء وإنهم يشتوا 3 أشهر مقدم، وأقل بيت ب40,000، ويشتوا ضمانة تجاري، وإحنا ما بش معانا ضمانة تجارية. كذلنا هنا بانوا في شهر في صنعاء وجالسات في فندق بندور بيت، ما لقينا. شو كذلنا ذا الحين في صنعاء بانوا في شهر لا لقينا بيت ولا شيء. صاحب البيت الذي بالحديدة حجز عفشنا وغلق علينا الشقة، ذا احنا الشقة مغلق والعفش حقنا محجوز، لو ما ندي إيجار وحق الماء والكهرباء. وأنا وأمي ذا الحين مشردت في صنعاء بين فندق عايشات ومشردات، رغم انه قد بيعنا نص عفشنا، بيعنا دبة الغاز، الطاقة الشمسية، المجلس، واخر حاجة بعنا في صنعاء تلفوني. دحين لي استخدم تلفون اخي بعد تلفوني على سبب علاج امي وايجار الفندق. دحين احنا مشردات انا وامي كل بسبب غلب القاضي.
وما عاد خلينا مكتب عقارات في سنة ما قد دورنا عندهم كلهم اشتروا ضمانة تجارية ومقدم. وإحنا من لنا نقل العفش أقل شيء لا صنع ب80,000 والإيجار يشتروا مقدم حق 3 أشهر. إحنا من لنا ما قد خلينا مكتب، هبط ابني هبط الجنين عليا من كثر السير والجي، ومعي أمي مريضة من مستشفى لا مستشفى. وهذا قصتي مع غالب القاضي الذي شرد بنا وبهذا البناء، والمكلف مكلف الجميع.